السلام عليكم ورحمة الله متابعيني الغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما في احسن حال. احلى متابعين واصحاب واخوات، ايه رأيكم في التشيكن وينجز؟ جميلة جدا، شايفين لونها من جوه ومن بره تحفة. النهاردة بقى ايه، انا قلت هنعمل اجنحة. طبعا يعني مش مكلفة، وفي نفس الوقت سهلة واقتصادية، ويعني هي من كل النواحي هتبقى حلوة جدا. فانا بقى قلت ايه اعملها. طبعا بنجيب الكيلو الاجنحة، ومعانا بقى التتبيلة بتاعته. طماطم وبصل وفلفل. ومعايا فلفل اسود وبهارات لحمة وكاري وكركم و توم باودر وبصل باودر وملح. دي الحاجات اللي هنستخدمها كده مبدئيا. اهم حاجة في الاجنحة ننقي بقى الاجنحة لما تكون كبيرة كده بتبقى حلوة. طبعا هنقطع الحتة الرفيعة اللي فيها في طرف الجناح ده، هنقطعها تبقى زي دي كده. شايفين؟ اقطع زي دي كده، اقطع كله بقى بالشكل ده وافتحه كده علشان يشرب من التتبيلة اللي انا هعملها له. طبعا الاجنحة لما نشتريها نشتري اجنحة تكون كبيرة شوية. هنبدأ بقى نعمل الخلطة بتاعتها. اعذروني عشان صوتي يا جماعة، بس البرد يعني عامل عمايله معانا، هو فصل الشتاء كده. نبدأ بقى ايه، نضرب كل المكونات في الخلاط وننزل بيها كده على الفراخ، على الأجنحة سوري. طبعا أنا الأجنحة ما بعملهاش كتير، فعشان كده ايه يعني في دماغي ان هو فراخ يعني، وخلاص هي فراخ. والله طلعت جميلة جدا ما شاء الله. ان شاء الله نكرر الموضوع تاني يعني. نبدأ بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا مع الخلطة اللي عملناها في الخلاط. وكمان بقى نحط كمان معلقة دبس رمان. لو مش موجود دبس رمان حطوا معلقة عسل اسود، وكمان معلقة 3 معالق من الخل. يعني نحط شوية خل كده. المهم هنقلب كله، وكمان هنحط ليمونة. هقلب كل الخلطة كده، اي الليمونة اهي. كنت نسيت احطها في الاول فقلت بقى هحطها بعد كده على التتبيلة يعني. واقلب كله بقى كده، واحاول كده احط على الاجنحة من فوق، اشرب الاجنحة للخلطة كلها، للتتبيلة كلها كده. واسيبها فيها بقى تتنقع كده حوالي تشرب من الخلطة كده مدة ساعتين مثلا، مش اقل. نبدأ نعمل بقى الرز ونحضر اللي جنب الأجنحة، على ما الأجنحة تشرب من الخلطة كده. طبعا زيت على زبدة كده، وننزل بقى بتوابل توم باودر وبصل باودر وكاري وكركم وحبهان ولورا ومكعب مرق الدجاج. ممكن بقى بدل التوم باودر والبصل البودر ومعلقة قرفة معلش، والملح. لو ما عندناش التوابل كده على بعضها، ممكن نجيب خلطة الحواوشي، خلطة سوري، خلطة الشاورما بتبقى تحفة قوي. بحطها برضو على الرز بتبقى حلوة. وانزل بقى بالرز بتاعي المغسول، كيلو رز مثلا، وبقلبه. طبعا لما بقلب التوابل كده في الزيت والزبدة الاول، لما بشم ريحتها كده ابدأ انزل بالرز واقلبه في بعضه كده. ولما ينشف خالص احس انه شد كده، ابدأ بقى ازيده بالمية. مية من الحنفية، مية سخنة مش هتفرق كتير. ابدأ ازود المية واقلب كل المكونات كده في بعضها عشان الرز يبقى شارب من الطعم كله. وبعد كده بقى اغطي واسيبه يغلي. واول ما بيغلي بسيبه يغلي شوية كده، وبعد كده بهدي عليه النار. بعد كده اغطي بقى واشوف الفراخ بتاعتي بقى، الاجنحة بتاعتي. هعمل لها بقى الكفر الخارجي اللي هو بقى دقيق على بقسماط. انا ما يعني ممكن تعملوه بكريسب،
بس انا بعمله بالبقسماط يعني عشان ما يبقاش ناشف قوي. بعد كده بحط برضو فلفل وتوم باودر وبصل باودر وكاري وكركم وكاري وكركم وبهارات لحمة. وكمان بحط معلقة من البيكنج باودر، وبقلب كله كده في بعضه. وبعد كده بقى أبدأ انزل الاجنحة كده فيها. الاول هرجع للرز بقى اشوفه. طبعا اول ما باجي اقلبه كده بيكون الحاجات اللي انا حطاها طلعت على الوش كده، ما اقلبش الا لما اشيلها بقى عشان ما تدخلش جوه الرز. هي بتبقى على وش الرز، الحبهان واللورة بالذات بيطلعوا على وش الرز. ونقلبه تقليبة كده، ولو عايزين نسيبه بقى لو لسه هيساب شوية او بنطفي عليه. تمام كده الرز. نرجع بقى للأجنحة بتاعتنا، عملنا لها الكفر، وهنبدأ ننزل كده بقى ونلف الجناح في قلب الكفر اللي احنا عملناه ده، الخلطة اللي عملناها بالدقيق دي كده. ونحاول كده نعمله كده ونرجعه تاني علشان يبقى مفيش اي حاجة باينة منه، على اساس ان هو يبقى مقرمش وجميل. هنعمل بقى الكمية كلها كده وناخدها ونطلع على البوتاجاز نقلي براحتنا بقى. تمام، نكمل الكمية كلها كملناها، ورحنا بقى على الزيت، يكون زيت غزير ومقدوح يعني غلي كده. وننزل بقى بالأجنحة، يا دوبك بتتحط كده وهي الزيت مقدوح. وبعد كده بهدي، يعني بحطه الاول عشان ينشف الاول، بعد كده بهدي عشان تستوي. بعد كده اقلب ارجع تاني اعلي وبعدين اهدي، يعني عارفين علشان ان انا ايه اسويها وفي نفس الوقت تبقى مقرمشة. بخلص بقى كده وبعمل الكمية بتاعتي على مرتين او 3 واطلعها بقى زي ما انتوا شايفين. يعني شكلها يجنن بصراحة، وحجمها مش وحش خالص. بصراحة يعني أنا أول مرة أجرب الأجنحة، بس هي جميلة جدا. والله يعني بترمي كتير وسعرها كويس ومش مكلفة. عملت الكمية هي طلعت ما شاء الله. شكلها بيتكلم عن نفسه اهو، ما شاء الله حلوة قوي. ومستوية جدا. نبدأ بقى كده نرصها على الرز و اهو نلفها كده على طبق الرز الجميل اللي احنا عملناه. اهم حاجة وانتوا بتعملوها طبعا ما تنسوش تفتحوا الاجنحة علشان تشرب من التتبيلة كده وتبقى طعمها جميل. وكمان في السوا تستوي احسن. بعد كده بقى بنبدأ شايفين بقى، شايفين الرز بتاعي جميل ومفلفل ازاي، ما شاء الله حلو قوي. حباية من حباية والله جميل جدا. الأجنحة بقى شايفين ما شاء الله طالعة زي الفل، بيضة من جوه وجميلة جدا، مستوية جدا ما شاء الله. حاجة كده يعني بصراحة تفتح النفس. كده بقى الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون نال إعجابكم، واستنوني في فيديو جديد، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.